اهلا وسهلا بيكم في وصفة جديدة. انا هند فهمي. النهاردة هنعمل مع بعض احلى بيتزا بالطريقة الصحيحة اللي هي هنعمل البيتزا بالعجينة القطنية الهشة الطرية اللي مش تاخد معانا وقت خالص. وزي ما انتوا شايفين كده ده شكل العجينة بتاعتي منفوشة خالص وقطنية جدا، مش تخينة قوي ولا رفيعة قوي، والعجينة كانت طرية جدا، يعني من طراوتها هي بتتقطم لوحدها. وانا كنت عاملاها هنا ميكس جبن، لو انتوا حابين تضيفوا اي اضافات تانية مفيش مشكلة. نبدأ مع بعض في الوصفة على طول. هنجيب مع بعض بولة وهنحط فيها معلقة سكر صغيرة، وهنحط عليها كيس خميرة فورية، وهننزل عليهم بكوباية مية. انا هنا كنت حاطة كوباية مية عشان كنت هعمل كمية عليها، يعني عليها كوبايتين دقيق تعمل معايا حوالي بيتزتين وسط. يعني نزلت بكوباية المية وهبدأ اقلبهم مع بعض كويس واسيبها شوية لحد ما تختمر، من 10 دقايق مثلا ل12 دقيقة، ولو احنا في الصيف تختمر على طول طبعا. يعني هنا كده كان شكلها بعد ما اختمرت. هبدأ انزل عليها بقى بالدقيق، وهنزل عليها بمكون كده تاني برضو هيخلي العجينة معايا تبقى طرية، هو ده هيبقى سر الطراوة بتاعتها. نزلنا مع بعض بالدقيق، هنديها رشة ملح وهنديها ربع معلقة زعتر. الزعتر هنا حلو قوي لما يتحط مع الدقيق، بيدي للعجينة نكهة وطعمة حلو قوي. انا ضفته هنا على العجينة وضفته برضو في نفس الوقت على الصلصة. نزلنا مع بعض بالملح ونزلنا بالزعتر، وهنبدأ بقى ننزل بالمكون اللي قلتلكوا عليه وهو معلقتين قشطة، ولو هنا ما عنديش قشطة اقدر اضيف معلقتين زبادي، اقدر اضيف نص معلقة نص معلقتين قصدي لبن، او يعني حوالي ربع كوباية لبن صغيرة. اهو ضفنا مع بعض المكون اللي كلمتكم عنه. انا هنا القشطة حسيتها ان هي ادت طراوة زيادة عن اللزوم للعجينة، وحسيتها سلسة معايا في العجن وكانت حلوة جدا بصراحة. انصحكم تجربوها بالطريقة دي. هنكمل مع بعض بقى وننزل بمعلقة زيت زيتون، لو ما فيش متوفر زيت زيتون ننزل بأي نوع مادة دهنية. هبدأ ارش بقى رشة دين وهبدأ انزل فيها عجن. انا عايزاكم تعجنوا فيها على قد ما تقدروا، كل ما تعجنوا كل ما العجينة تكون طرية ولينة معاكم وتبقى بتمط، والمطة بتاعتها تبقى جميلة ما تبقاش مكتومة معانا. احنا ممكن نضيف لها كمان رشة بيكنج باودر. البيكنج باودر برضو هيعلي معانا السمك بتاع العجينة نفسها والسمك بتاع البيتزاية، فتبقى منفوشة معاكي ما تبقاش مكتومة. هنا هعجنها كويس قوي، واهم حاجة العجن يكون بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. باخد وادي مع العجينه، كل ما احس ان هي محتاجه دقيق ازود لها، يعني لو حسيت ان هي لازقه في ايدي ابدا ازود دقيق. لما تحسوا ان هي بقت مطاطه في ايديكوا كده زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انا بوريهولكوا ده، وطريقه العجن بيكون بالشكل ده. هنبدا طبعا هنا عجناها حوالي 10 دقايق ربع ساعه. هنبدا نلم مع بعض العجينه ونحطها في البوله ونغطيها بستريتش او باي حاجه موجوده عندكم ونركنها مع بعض. طبعا احنا لو في الصيف هي بتختمر معانا بسرعه. نحضر بقى صلصة الطماطم بتاعتنا، وانا هنا بحب احضر صلصة الطماطم، مش بحب احط الطماطم الجاهزة. هجيب معايا مكعب زبدة وهنزل عليه بصلصة الطماطم حوالي طماطميتين او 3 نعصرهم على حسب الكمية اللي انتوا عاملينها، ونبدأ ننزل مع بعض بمعلقة صلصة. وهنا زي ما قلتلكوا هضيف برضو زعتر، لان الزعتر بيدي نكهة حلوة قوي قوي للبيتزا. لو مش حابين تضيفوه مفيش اي مشكلة. نحط رشة بابريكا، رشة فلفل اسمر، وهنا برضو ممكن نحط توم باودر، بصل باودر لو حابين بيعلي النكهة بتاعتها. وده كده كانت شكلها بعد ما اتشربت المية بتاعتها واتسبكت تماما. هي مهم ان هي تكون في القوام ده عشان نقدر نفردها على العجينة كويس. نشوف بقى العجينة بتاعتنا. هنا العجينة بتاعتنا اختمرت زي ما انتوا شايفين، هي ما خدتش معايا اكتر من نص ساعة علشان احنا طبعا في الصيف. لو في الشتاء بتاخد معاكي وقت اكتر ممكن تحطيها في مكان دافي اكتر او تغطيها بحاجة تخليها تسرع من عملية ان هي تختمر بسرعة. ده كان شكل العجينة بتاعتي بعد ما اختمرت زي ما انتوا شايفين كده. بفرغ منها الهواء. العجينة مطاطة خالص خالص، بتاخد وتدي معايا، مش لازقة خالص ولا بتلزق في الايد ولا الكلام ده كله. هي متماسكة جدا. هبدأ بقى ان انا افردها واديها رشة دقيق كده، وابدأ ان انا ابططها او افردها بالشكل اللي انا حابة اعمله بيه. لو عندنا هنا نشابة بنجيب نشابة ونبدأ نفردها بيها، لو مش متوفر عندنا نشابة نقدر نفردها بايدينا عادي.
هبدأ طبعا بقى اقسمها لجزئين، لان انا طبعا هعمل هنا بيتزتين، فهبدأ اقسمها على بيتزتين، وانا كنت عاملاهم بيتزتين وسط. نبدأ بقى نكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، ونبدأ نجيب رشة دقيق ونفرد بقى بيها العجينة. نفردها بايدينا بس كده الاول، وبعد كده نبدأ نجيب نشابة نفردها بيها. لو مفيش منشابة زي ما قلت لكم ممكن نفردها بايدينا عادي. اهم حاجة ان احنا بس نفردها كويس وتكون متساوية عشان نقدر نحطها في الصينية مع بعض. انا هنا وريتها لكم بزاوية تانية عشان تقدروا تشوفوها اكتر وانا بفردها. ده كده كان شكلها بعد ما اتفردت. انا هنا فردتها خالص على مقاس الصينيه اللي عندي. انتوا طبعا ودي العجينه التانية، انتوا طبعا تفردوها على مقاس الصينيه اللي عندكم، وما تخافوش خالص ان هي تبقى رفيعه او رقيقه، لان هي لسه هتخمر معاكم تاني. جبت بقى شوكه وفرغت فيها العجينه، وبدات انزل عليها بالصلصه بتاعتي. بوزع الصلصه طبعا عليها في كل مكان، مش بحط صلصه كتير علشان برضو اقدر انزل بالمكونات بتاعتي اللي هتبقى فيها البيتزا. انا هنا كنت عامله ميكس جبن، تقدروا تحطوا اي نوع جبن انتوا حابينه، بس انا هنا كنت نازله بموتزاريلا وجبنه رومي، وكان عندي جبنه كيري نزلت بيها برضو عليها، اديتها برضو رشه موتزاريلا برضو في الاخر. اهم حاجه الموتزاريلا، هي في وصفه البيتزا عامه اهم حاجه ان يكون الموتزاريلا، وتكون الموتزاريلا حبه حلوين عشان تطلع معاكم بتمطوا بالشكل اللي انتوا حابينه. نزلت عليها اخر حاجه بالموتزاريلا، حطيت هنا حبه موتزاريلا حلوين. زي ما قلت لكم البيتزا الجبن اهم حاجه فيها الجبنه الموتزاريلا، انتوا حابين تزودوا اي انواع جبن تانية مفيش مشكله. هدخلها طبعا فرن سخن على اعلى درجه فرن عندكم، مش هتاخد معاكم 7 دقايق. وده كان شكلها بعد ما طلع. شايفين الجبنه جوسي وسايحه خالص فيها ازاي، وادي المطه بتاعه الموتزاريلا